وصفة مقروط السنيوة اللي نعتمدها في الورشة تاعي. الوصفة راح تنجح لكم من أول تجربة وراح نعطيها لكم بدون تعقيدات. أول حاجة راح نبداو بها هي السوائل، وأنا كيلت بنفس الكيلة اللي هي قرفية تاع الشوربة. كما تقدروا نتوما تسقروا الكيلة في قصعة، درت كيلة حليب وكيلة سمن وكيلة زيت كلش بارد في بارد، وبنفس الكيلة نزيدوا الماء مع الماء مزهر ونقعدوا نخلطوا كلش مع بعضه. ومن بعد نزيدو كاس سكر صغير ومع مقرف صغيره خماره ومقرف كبيره لافاني، وبلا ما ننساو رشه تاع الملح. الرشه تاع الملح الاساسيه هي تنحنا المساسه تاع العجين. ومن بعد ما نخلطوا كاع هادو السوائل مع بعضهم نروحوا للنواشف. بنفس الكيلة نكيلو كيلة فرينة ونزيدو نرونو ونخلطو كلش مع بعضه، ونديرو 5 كيلات ونص تاع السميد المتوسط. وانتي تلمي في العجينه راح تميزي السميد تاعك اسكو يشرب ولا ما يشربش. الا كان السميد نتاعك يشرب خلي 5 كيلات ونص كيما درت انا، والا كان ما يشربش لحقيها ل6 كيلات. ومن بعد اعجنيهم ولميهم وخلي العجينه ترتاح بلا ما نوجدوا الحشو نتاعنا. في الحشو انا استعملت الكاوكاو المدشش مش طايب بالقشور نتاعو. درت 4 كيلات كاوكاو ومع كيلة سكر الاحرش عادي، خلطتهم مع بعضهم وزدت لهم 3 مقارف كبار تاع ما مزهر. انا درت عيني ميزاني كما نتوما المبتدئات احكموا بالمقرف وعبروا عادي، وزيدوا رشه تاع لافاني اختياريه، مي انا نحب نزيد الرشه تاع لافاني. هي الماء مزهر وحده يكفي بصح كيما تحبوا. واهم حاجه اللي حبيت نركز لكم عليها يا البنات هي الماء مزهر، ما تكثروش الماء مزهر للكاوكاو، على خاطر لو كان تميهوه ويولي لكم كل عجينه راح يجي يابس في وسط المقروط. ومن بعد جبت السنيوه تاعي 40 على 40 دهنتها بالسمن، لازم تدهنوها بالسمن. اول طبقه كما راكم شفتوني حطيت ديريكت قسمتها على 2. ثاني بعيني ميزاني، إلا كنتم مبتدئات تقدروا ثم تحكموا الميزان، تحكموا العجينة تاعكم توزنوها ومن بعد تقسموها على 2 باش يجيوكم الطبقات كيف كيف. نحكم النص الاول تاع العجينه ونطرحوه في السنيوه تاعي ونسقمو بالكوبات، وهذه ماهيش مهمه عندنا بزاف. ومن بعد نروحو نديرو الطبقه تاع الكاوكاو، حطوه عادي ما لازمش ترصوه. ومن بعد نروحوا الطبقه الزوجه. نتوما كمبتدئات وريت لكم الطريقه تاع الساشي، انا نحسب روحي راني نصور لقيت روحي مانيش نصور. جيبوا العجينه، جيبوا ساشي حطوا فوقها العجينه، زيدوا ساشي واحده اخرى وفتحوها قد ما تقدروا، ومن بعد بلاطيوها فوق الكاوكاو تاعكم باش السمك تاع المقروط تاعنا يجي كامل كيف كيف. واذا كنتوا زعما محترفات عادي زعما راه ما يهمش تجيكم سهله كي تفتحوها بلا ساشي. ومن بعد المهم في هذه الخطوه انكم تليسيوها بالكوبات باش الشكل فوقاني يجينا مسوي، وفي نفس الوقت باش كي نجيو نديروا لها النقاش ما نلقاوش مشكل. ونروحوا لاهم حاجه التقطيع. انا كيما الزبونه هي اللي طلبت مني انه نديروا لها شكل مقروطات. بهذا السنيوه تاع 40 على 40 تخرج لي 78 حبه بالحواشي اللي يبقاو، واذا قطعتها مربعات تخرج لي 90 حبه. زعما ما كاش الحواشي شغل يجوني كامل حبات كيف كيف. كيما شفتوني الخطره الاولى وانا حاكمه المسطره ونرسم، كنت نرسم في الشكل. ومن بعد ما نقشت ودرت الكاوكاو تاعي وليت راح ندخلها الطيب، قطعت المقروطات تاوعي ودخلتها الطيب 40 دقيقه. هذه الحاجه المهمه. السنيوه تاعكم تطلعوها كامل الفوق وخلوها 40 دقيقه وشاعل من التحت، ومن بعد ما تفوت 40 دقيقه هبطوه كاع لتحت وشعلوا له من الفوق قيس ما يحمر، ومن بعد عسلوه بالعسل الثقيل.